السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماما هدى، إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنعمل مع بعض السجق الشرقي. كنت أنا حشيته ونزلت الفيديو بتاعه، فقلت هعمل صينية سي كبدة. ده محل بيعمل عندنا هنا كبدة على سجق على كوار لحمة. آه، قلت أعملها معاكم. بس طبعا انا اضفت اضافه بسيطه من عندي، البصل والثوم والفلفل الاخضر، وفي ناس بتحط طماطم، بس هو بيعملها من غير ولا بصل ولا ثوم ولا فلفل اخضر. اول حاجه حطيت في الصينيه، يا ريت تكون صينيه واسعه، الصينيه دي كانت عندي دي ضيقه شويه. بتحطي حته ليا مع حبه زيت، لما يقدحوا وتسخن قوي بننزل الاول بالسجق. بتديله تشميعه من على الوشين، زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لو وصلنا لحد هنا نقول ايه؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. زي ما انتم ما شايفين، أنا عمالة اهوت بقلب فيه عشان ياخد الصدمة من كل جناب. بعد كده بوسع واحط الكور اللحمة، يعني بننزل بالحاجة اللي بتاخد سوا الأول ثم اللي بعديها بالتدريج كده. كور اللحمة ديت كانت حتة عجينة فايضة من السجق أصلا، فأنا كورتها وعملتها في قلب الإيه معاهم. تمام كده. ممكن تجيبي انت لحمه عادي مفرومه من عند الجزار، بتحطي فيها برضو ملح وفلفل اسمر وبصلايه وبشر بصلايه، وتقلبيهم كويس قوي قوي مع بعض وتكوريهم وتعملوهم بنفس الطريقه ايه ديت. تمام كده. كنا وصلنا لحد هنا نصلي ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صراحة الاكلة دي بتبقى عاوزة عيش بلدي بقى وسلطة الطماطم وسلطة الطحينة، بتبقى تحفة الاكلة ديت، وصراحة بتاكل وبتشبع. عندك فينو حطي في فينو، عندك عيش بلدي حطي في عيش بلدي، بتبقى تحفة 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 تحفة. طبعا لو ما عندكيش ليا، ممكن تعملي سمنة على زيت، بس هي اصلا حلاوتها باللية مع الزيت. اكنك جايباها من بره، بتبقى طعمها تحفة وجميل. كنا وصلنا لحد هنا نقول ايه؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لازم نقد الصدمه للحمه من كل الجهات، تاخد تحميره من كل الجهات. شايفين السجق جميل ازاي؟ ولا فك ولا اتقطع ولا اي حاجه، لان انا حاشياه مظبوط، مش مكتره نسبه الدهون، حتى مش منزل دهون كتير. لو ملاحظين مفيش دهون كتير في الصينيه، بالعكس دهونه بسيطة جدا. وهزود زيت تاني، لان لما نزلت بالقلب والكبدة والحاجات دي، حسيت الزيت قليل، فضفت حبة زيت كمان. طبعا انا ما بملحش دلوقتي وما بعملش دلوقتي، لان اللحمة دي فيها ملحها والسجق فيها توابله. انا بملح في الاخر عشان الكبدة بتبقى طبعا نازلة من غير ملح، فلازم املح الاول. طبعا هنزل بالاول ايه؟ بالقلب والكلاوي والسمين بتاع الكبدة. بعد ايه ما شوحت اللحمه والسجق. تمام كده. طبعا هنسيبهم لما ياخدوا الصدمه بتاعتهم. اهم حاجه ما نبردش الصينيه، لازم تبقى تكون الصينيه سخنه احنا بننزل الحاجه. تمام كده. كنا وصلنا لحد هنا نقول ايه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. شايفين انا بصبر على الحاجه ازاي؟ لما تاخد الصدمه من تحت واقلبها. تمام كده. انا ماشيه خطوه خطوه، واكله جميله جدا وبتاكل وبتشبع ولذيذه جدا في الطعم والحلاوه. صراحه اكله مشبعه مشبعه. وفيها كل الكائنات. ممكن تعملي حبه مكرونه جنبها، ممكن تعملي سلطات، بس انا مثلا بعمل سلطات بس جنبها. وانا صراحة المرة دي ما عملت السلطة، انا استكفيت بس بالمكونات ديت. بالعيش البلدي طعمها تحفة 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 تحفة. إن كنا وصلنا لحد هنا نقول ايه؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. شايفين انا بوسع عشان انزل بقى ايه؟ بالبصل
ادبل البصل الاول. لو مش عاوزه تضيف البصل ما تضيفهوش، الاضافه دي من عندنا. هم عامه مش بيحطوا ولا بصل ولا فلفل، الاضافه دي من عندي انا. لو مش عاوزين تحطوا ما تحطوش، بس اضافه البصل دي بتطعمها جدا مع الفص الثوم، بتطعمها جدا 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 جدا، بتبقى طعمها تحفه. آه، كنا وصلنا لحد هنا نقول ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. شايفين أنا بقلب كله على بعضه على أساس البصل ياخد من طعم السجق واللحمة والكلاوي والحاجات ديت اللي موجودة في الصينية، ياخدوا من طعم بعض. بعد كده بقى هنزل بقى ايه؟ اخر حاجه بنزل بها ايه؟ الكبده. ليه؟ لان الكبده اللي انا جايباها كبده ضاني، وممكن تجيبي كبده كندوز و... ويا جماعه، واللي مش قادر يجيب كبده ضاني ولا قادر يجيب كبده كندوز، الكبده المستورده مش هتقول لا. برضو بس انا يعني هنا المفروض تتقطع قطع صغيره. انا صراحه بنحبها الشرايح بتاعتها شرايح كبيره، بحط الشريحة بشريحتها بتقطيعة الجزار صراحة. ليه؟ احنا بنحب الشريحة بشريحتها، ما بحبش اقطعها حتت ايه صغيرة. لو انت عاوزة تقطعيها شرايح صغيرة قطعيها. ده التقطيع دوت يرجع لك ايه انت. هما كده كده بيحطوها شرايح برضو زي ما انا حطاها كده، مش بيقطعوها تقطيع رفيع، بس بتبقى الشرايح بتاعتهم كمان رقيقة عن كده، وبتبقى حتت صغيرة يعني. الكبده دي يا جماعه كبده بلدي، ما بتاخدش، مش هتاخد سوا خالص. مسافه ما بتبيض من تحت واقلبها خلاص كده استوت، ما بتاخدش، ما بتكملش. ان كنا وصلنا لحد هنا نقول ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. شايفين يا جماعه؟ والله ما خدت اي حاجه، في ثواني كبده ضاني وطعمها تحفه، ومش باين اللي هي ضاني على فكره، بتدوب في البق ذوبان كده. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. بستنى عليها شويه اهوت وبقلب تاني كده، جميله وتحفه كده خلاص. كده بسم الله ما شاء الله كله هيتقلب دلوقتي على بعضه. فاضل بقى ايه اللي ما نزلتش بيه؟ الفلفل والتوابل. طبعا انا لسه ما حطيتش ولا فلفل الاخضر ولا التوابل. حطيت الفلفل الاخضر اهوت، وبعد كده والفص الثوم. وهقلبهم ونحط الايه التوابل ان شاء الله. كده حطينا الملح، وهنحط ان شاء الله كزبره ناشفه، وهحط كمون ورشه فلفل اسمر بسيطه، لان الفلفل الاسمر بيسمر الكبده. حطيت فلفل اسمر بسيط. وبتقلبي كويس كويس. طبعا انا بقى ايه؟ بحب اتشها في حمايه، اللي عاوزه تشها في حمايه تشها، واللي مش عاوز ما يتشش. دي برضو مني انا. كنا وصلنا لحد هنا نقول ايه؟ استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. طبعا انا بعملها بالفحمايه واكتمها بقى، وبتبقى طعمها تحفه يا جماعه. جربوا الصينيه ديت هتعجبكم جدا، جربوا الطريقه ديت هتعجبكم جدا. على فكره اللي عاوز يضيف طماطم يضيف، يعني ديت حاجه ترجع لكم، انتوا الاضافات دي ترجع لكم. يا عامه ولا بيتضاف عليها فلفل ولا بصل، انا ضفت الاضافه دي من عندي انا. طبعا بنجيب بقى رغيف عيش اهوت وبنحط فيه الحاجه، و ولو عاوزه تاكليها بعيش بلدي تاكليها، عاوزه تجيبي فينو تاكليها، اللي يريحك انت. دي حاجه ترجع لك انت، ترجع لك انت، ترجع لك انت. يا رب يعجبكم المحتوى، يا رب اكون عند حسن ظنكم. يا رب اكون عند المستوى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.